السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اللي بقوله يا جماعة الحمد لله على الابتلاء، الحمد لله على الابتلاء، نحمد الله سبحانه وتعالى. لكن الناس لازم تعرف ان احنا كل حاجة بنعملها على حسابنا. يعني انا بعمل اشاعات على حسابي، بعمل تفتيت على حسابي، بجيب ادوية على حسابي، كل حاجة على حسابي. لما النهارده اروح مكان وما اخدش منه فلوس، طب انا النهارده لما اروح مكان عندك وعندك وعندك ما اخدش فلوس او ما اخدش تمن مشواري، هجيب تمن الحاجات دي منين؟ انا ما عنديش معاش وما عنديش معونه. ربنا الوحيد معاشي، ربنا المعونه بتاعتي ربنا سبحانه وتعالى. فلما تيجي النهارده تقول لي لا متشكرين، طب اقول لازم متشكرين؟ النهارده مش عندي حاجات دي غاليه جدا، كل حاجه غاليه ومفيش معاش، مفيش مرتب شهري، مش موظف في الشركه، وما عنديش تامين صحي. النهارده ما اقعد في البيت خلاص مفيش. فلازم تعرف حاجه ان الصنايعي مننا، انا بكلم بلسان الصناعيه كلها، الصنايعي مننا لازم ياخد حقه علشان يقدر يصرف على عياله وعلى نفسه لما يتعب، لما يتعور يصرف على نفسه، لما يحتاج اشاعه يصرف على نفسه، لما يحتاج علاج يصرف على نفسه. انا بصور موجود وقفت الاشاعه بعد ما ربنا الحمد لله كرمني وعملت اشاعه الحمد لله. طبعا بتمنى ان الناس تحس بينا كفئه مهنيه، تحس بينا ان احنا ما عندناش اللي عندكم، سواء راتب شهري، سواء موظف، سواء عندك تامين صحي. انا مش كده، ربنا سبحانه وتعالى جعلني كده، انا بحمد ربنا عز وجل الحمد لله على كل حال. لكن لازم تحس بينا كمهنيين ان احنا عايشين بدراعنا، توكلنا كله على ربنا سبحانه وتعالى. فلازم تحس بينا، مش حاجه اسمها تجي صنايعي يجي لك ببلاش، يبقى عندك احساس بيه ان الراجل ده وراه مسؤوليات، وراه تعب وبيتعب ويشقى ويتعور ويحصل له كذا، وعنده امراض مستديمه بيصرف عليها مزمنه. فلازم يكون في مراعاه لظروف الصنايعي. نرجو ابيض ربنا يصلح حالنا وحالكم ويشفينا ويشفيكم جميعا يا رب. بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا دوايا الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دوايا وشفائي واملي وحياتي ومعاشي الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من داخل غرفه الاشاعه. السلام عليكم.